اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال. وحشتوني جدا 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 جدا، وحشتوني قد العالم كله. كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى مبارك عليكم يا حبايب قلبي. أنا عارفة ان ده عيد أضحى، يعني عيد لحمة، مفيش خروج ولا في عيديات ولا في اي حاجة من الحاجات دي خالص. بس طبعا الاولاد زنوا عليا جدا انا وباباهم، وقعدوا يعيطوا اكبرني بقى. خدوا عيدية من تيتا وعيدية من جده ومن خاله ومن عمه. وبصوا يعني ايه، عايزين يحللوا العيدية ان محدش ياخد من عيديتهم جنيه، بمعنى اصح لا ناخد فلوس ولا باباهم ياخد فلوس. وقعدوا يعيطوا ويزنوا، عايزين نخرج، عايزين نروح الملاهي، عايزين نتفسح. عيطوا كتير، يعني كيان بنتي عيطت بما فيه الكفايه. وكنت انا طبعا اصلا انا تعبانه انا وابو مكه بسبب ان احنا بننقل، وانتوا طبعا عارفين ان احنا كنا متبهدلين اليومين اللي فاتوا، لدرجه والله ان دخل عليا العيد ما فرشتش الشقه. يعني انا خلتها على البلاط كده والنش ما فرشتوش، يعني في حاجات كتير ما عملتهاش. بس انا قلت ايه، يلا اوضب الحته عشان لو حد ايه دخل عليا تكون الشقه نضيفه، ما تكونش مكركبه. هنا طبعا وجبنا التوك توك وخرجناهم، يعني وديتهم حته قريبه من جنب البيت كده، يعني ايه يتهووا فيها وخلاص كده. حاجه كده ايه الاطفال بيروحوا يقعدوا فيها، يتمرجحوا شويه، يقعدوا شويه وبعد كده يقوموا جايين. هنا طبعا ابو مكة قال ايه ما يجيب لنا شويه تسالي، يعني شويه لب ناخدهم معانا واحنا رايحين نقعد، يعني نتسلى بهم كده واحنا قاعدين. وكان بنتي بقى زي ما انتوا شايفين قاعده تزن والله، لدرجه والله ان انا كنت ملبساها اصلا الفستان ده، واختها الفستان في البيت، يعني ما كنتش اعرف ان انا هخرجهم. يعني سبحان الله انا لبستهم من هنا ولقيت ايه ان احنا هنخرج من هنا. هنا بقى هنا دي ملاهي، يعني ايه كل واحدة كده ايه بتجيب اسرتها معاها وبتيجي تقعد في الملاهي دي. هي بسيطة خالص الملاهي دي، الاول اصلا كان فيها العاب كتير، انما لما اتجددت بقى اتغير فيها حاجات كتير. يعني مفيش الا العاب بسيطة خالص، بس ككراسي وكاستراحات في حاجات حلوة كتير. وده مكان للسيشن، او حابين تصوروا بالتليفون بتصوروا. وهنا بقى مكة وكيان هيتزحلقوا بقى على الزحلقة دي، ومفيش مراجيح، كلها زحلقة، يعني كذا زحلقة كده موجودة على نطاطة على مرجحتين، يعني حاجة بسيطة كده. مكة وكيان هم قعدوا بقى يتمرجحوا، انا سبتهم بقى ايه يعملوا طاقتهم في قلب الايه في قلب المراجيح، لان هم ما بيخرجوش اساسا. والاولاد كانوا متبهدلين معايا فترة النقلان، وبيبقى غصب عنهم، يعني بيبقى غصب عني ومانيش عارفة اعمل ايه، بس ده بيبقى غصب عني. والله انا عارفة ان الاولاد بتتبهدل معايا في النقلان، والنقلان ده قرف والله يا جماعة، والله النقلان ده قرف ووجع قلب. وبجد اللي يعرف النقلان ده والله لا ينقل ولا يطلع من بيته اساسا. والله لو انتي قاعدة في حق كده، يعني اوضه مقفوله عليكي بس تكون بتاعتك وقاعده فيها مرتاحه، احسن من كل شويه تقعدي تنقلي من كل حته شويه. هنا بقى ابو مكة بقى كنت قاعده بغلس عليه ان هو قاعد ايه مع اللب كده مع نفسه. هو كان جاي متضايق، هو ابو مكة اصلا كان تعبان الفتره اللي فاتت بسبب النقلان، وبسبب ان هو اصلا كان نازل من السفر، يعني كان نازل من الصعيد، وطبعا بتبقى بهدله ومرمطه ليهم. فده كله كان غصب عني والله. وجت الشقة طبعا نقلت منها، فكله جه بقى ورا بعضه بقى، حسيت ان هو ما عادش طايق نفسه. بس هنعمل ايه، هي دي مسؤوليتنا وهي ده حياتنا، وغصب عننا ان احنا بنعمل كده. ما هو ربنا اللي ربنا كاتب له حاجة هيشوفها. هنا كنت انا قاعدة اغلس عليه، هو قاعد مع نفسه كده، بس كنت قاعدة بقى بمرجح العيال وبسطتهم. بس جيت في الاخر بقى قلت له قوم مرجح العيال ايه في المراجيح اللي وراكوا دي، اللي ورانا دي، واحنا قاعدين. يعني حبيت ان انا الهيه شويه، لانه هو اصلا قاعد زي ما انتوا شايفين كده، لا بيتكلم ولا يعني هناك كده، يعني قاعد ايه بيقصقص اللب وخلاص. فحبيت ان هو يغير موضه وكده، فقلت له ايه خد الاولاد وروح مرجحهم البرجحه دي. بالصلاه اللي اخدته والله
هنا بقى قلت لهم ايه تعالوا كده نلقط صورة مع بعض، فهم ما يعرفوش ان انا لقطتها فيديو اساسا. هنا كان بيمرجح مكة هناك اهي. هنا بقى كنت انا قلت له قوم مرجحهم كده عشان يفك عن نفسه، بدل ما هو قاعد كده ايه حاساه مكبوت كده وخارج غصب عنه، يعني هو خارج غصب عنه. يعني ابو مكة معروف يعني اما بيبقى خارج بمزاجه تلاقيه بيضحك ويهزر وتتلاقيه الفسحة معاه جميلة جدا، انما لما تتلاقيه مثلا خارج غصب عنه تتلاقيه قاعد سهتان كده مع نفسه كده. هو كده، هو ده طبعه وده اسلوبه. ربنا يا رب يهدي حالنا ويصلح حالنا ويرزقنا باللي بنتمناه ويا رب يحقق لنا اللي احنا بنتمناه ويسترنا يا رب يا رب اللهم امين. هنا بقى دي اخرة الامهات، بنت اقول لها سيب الشنط تقول لي لا هاخدها. هنا بقى جابت له الشنط قمت لابسهم في رقبتي، هعمل ايه؟ ما انا بصور ومش عارفه اصور كده بالشنط، فقمت لابسه الشنط في رقبتي. هنا بقى طلعنا برا، في واحد واقف هناك اهو معاه كده عربية صغيرة بجلاتي كده، بس الجلاتي بتاعه طعمه روعة والله يا جماعة، احلى من الجلاتي اللي بتباع في المحلات. تحس ان المانجا طعمها صافية كده، طعمها حلو قوي قوي، والاولاد كانوا مبسوطين اصلا بالجيلاتي. انا حبيت بصراحه اخلي مزاجهم حلو طالما هي عاديتهم، حبيت برضو ايه ابسطهم كده، حبيتش ان انا ايه مبسوطهمش، لا ابسطهم. فشافوا حنطور، فاكرين الحنطور بتاع زمان، شافوه على السكه هنا لقيتهم عايزين يركبوه، بس مانيش عارفه هو يعني بكام، بس الحنطور ده من زمان قوي، من وانا قد مكة بنت ما شفتش الحنطور ده. هنا بقى كنا بنجيب لهم عشاء، وهنا بقى كنا خلاص مروحين. هي فسحة بسيطة جدا، قعدنا يجي ساعة او اقل او ساعة ونص، يعني على حسب، مش فاكرة والله الوقت قد ايه. هنا بقى كنا احنا خلاص مروحين وكده، خلاص بقى الفيديو كان خلص معانا. فانا حبيت ان انا يعني ايه اغير كده مودكم معانا كده، لان انا طبعا بقالي فتره جامده ما نزلتش فيديوهات، بس والله ده كان غصب عني بسبب النقلان، فسامحوني يا حبايبي. متنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم وتكون خفيفه على قلوبكم يا حبايبي. باي.